هاد اطلس الحمار ديجا سولته سؤال واحد كان كافي بانه يخليه مرعب طوال حياته وهو كيبكي. السؤال كان ببساطه، انت نفيتي صفه النبوه على محمد، قلتي ان محمد لم يكن نبي. مرحبا، انا ما عنديش مشكل، فماذا كان محمد؟ قال لي لا انا ما مطالبش نقول لك، لا ماشي هذا هو السؤال. يا الحمار، انت تذوقتي واحد الحاجه قلتي لي هاد الحاجه مش حلوه، اذا شنو؟ قلتي ماشي حلوه، عوض قول شنو تذوقتي يا الحمار؟ مالحه، حاره، مسوسه، شنو اكزاكت؟ قصتي واحد الحاجه قلتي لي هاد الحاجه ماشي سخونه، شنو؟ بارده، دافيه؟ قول الحمار شنو عندك؟ انت باحث في الديانات، انت فقيه صاحبي، متفقه في الدين، فعندما عرفت محمد من خلال القراءه عنه فانت اكتشفت انه ليس نبي، فماذا يكون؟ كاذب، مجنون، مسطي، عنده سكيزوفرينيا؟ جاوبنا الحمار باش نقدروا نمشيو معاك. انا عارف السؤال زعجك وخلاك مريض، انا نقول لك علاش، لان ديجا القوم ديالو تسولوا نفس السؤال الحمار. انا كنقول لك ناس عرفوه 40 سنه قبل ادعائه النبوه، يعرفونه معرفه اليقين، كيعرفوه منذ نعومه اظافره الى ان بلغ الشيب. واش عارف فاش قالوا ماشي نبي ماذا قالوا؟ انا نقول لك الحمار باش تفهم. قومه لم يستقروا على قول، تارة يقولون شاعر، مرة كاهن، مرة ساحر، مرة مسحور، مرة افتراء، لم يستقروا على قول. واش عارف علاش ولا ما عارفش الحمار؟ الا كنتي صادق في البحث ديالك جاوبني غير على هذا السؤال. عندنا محمد ادعى النبوه، القوم ديالو وجوب انه ساحر وكاهن، علاش؟ نورمالمون هو ما قدم حتى شي معجزه ماديه، نورمالمون هو تقول قول عادي يعرفونه العرب وعاهده العرب. علاش غيقولوا ليه ساحر وكاهن؟ اللي كيسحر كيدير واحد حاجه خارقه، هذا هو الساحر. واحد الانسان قال كلام عادي، علاش قالوا ليه ساحر وكاهن؟ انا نقول لك علاش الحمار، لان كلامه كان ساحرا، ولانه كان من وجهه نظرهم يتكهن ما في خاطرهم. الحمار كان بالنسبه لهم كاهن، لان القول ديالو كان يخاطب انفسهم. وكذلك معي انا الان ومع 2 مليار الناس في 2025. شخص يقدر يكتب كتاب قبل 1400 سنه كيخاطب الناس في 2025 من مختلف المستويات العلميه والمعرفيه والعصور والثقافيه، من جميع المستويات. استطاع ان يقنع ملايين، مئات الملايين الاشخاص ان الكلام اللي في القران من خالق الكون. عارف علاش ولا ما عارفش؟ انا الا بغيت نوصف لك القران، الا قلت لك انه ماشي نبي غنقول لك خونا كان ساحر، لانه كتب كتاب انا يسحرني كاملا، جاب منظومه اخلاقيه متكامله. وفي الاخر شنو غتقول لي؟ تقول لي ما غاديش نجاوبك، ما نعطيكش. لا جاوبني على الحمار، انت كتقول ماشي نبي، قول لي شنو خاصك تفسر لي دابا النبوه تفسير مادي، خاصك تفسر لي ما فعله محمدا في غضون قرون تفسيرا ماديا محض. تستطيع؟ لا. الا ما كنتيش قادر ما تدخلش صاحبي لهذا الشيء، عوضني بالتفسير باش انا نناقشك في التفسير ديالك ونضربوا لك على وجهك ونبين لك بان اسهل تفسير هو التفسير النبوه، هو انك غتقول نبي وغترتاح.